يا نهار اسوح يا جدعان، والله العظيم ماتش يوريك مرارة الأيام كلها. علقم في لسانك، علقم. ايه اللي احنا شفناه ده؟ ايه البداية اللي احنا بديناها في الدوري دي يا جماعة؟ حد يتكلم معايا بس ويهونها عليا، او يبقى صريح معايا، امرنا لله. ايه البداية اللي احنا بديناها في الدوري دي؟ ده احنا لسه يا جدعان بنداوي الجرح بتاع مودرن، التعادل 2-2 مع مودرن بنداويه، بنحط لسه ميكروكروم وبداتين. يقوم النادي الاهلي ثالث ماتش ليه في الدوري يتعادل مع زعيم الدلتا. واحد صاحبي قال لي بقول لك ايه، ما تقولش ان انت اتعادلت مع المحله، قول ان انت اتعادلت مع زعيم الدلتا وهونها على نفسك. ولسه هنلاقي بقى كميه كومنتات وتعليقات للصبح. ادينا فرصه للجميع، بدايه قسما بالله ما اتمناها لألد اعدائي، بالطموحات اللي احنا كنا داخلين بيها. وقلنا الفرقه دي ده احنا راجل، ده كانش فيه شغله ولا شغلانه نقول لك الفرقه دي الكواليتي ده عالي على الدوري. عالي على الدوري ايه بس وبتاع ايه؟ وبعدين انت ليه لما تيجي تظبط البدله من فوق البنطلون يضرب؟ يعني انت عامل فرقه زي دي ورايح جايب لي مدرب، معلش مع احترامي، ريبيرو ده قسما بالله ما لا يصلح. لا يصلح. تغييراته يا راجل، سيبك من تغييراته، هتكلم على تغييراته. بادئ بعمر كمال عبد الواحد. انت ما بتشوفش عمر كمال ده في التمرين؟ يعني انت في التمرينه ما بتشوفش عمر بيعمل ايه؟ مبدئيا عمر انت محتاج تزرع ومحتاج تغير زيت فرامل، لان انت ما بتعرفش تلعب كوره. بالاخر بقى هتكلم معاك صريح، انت مالكش في الكوره يا عمر، والكار ده مش كوره. وازلحيت من ايه بقى ما اعرفش، انت كنت امور، بس واضح ان انت الكوره الكارير ضارب معاك مش نافع. ايه ده يا راجل ده؟ ايه اللي احنا شفناه ده؟ وبعدين هتقول لي انت بتوصل طول الماتش وبتضيع، هقول لك ماشي بنوصل وبنضيع. تعال بص بقى على الشوط الثاني. انت راجل كمدرب وشايف ان الدنيا معقربه، وكابتن علاء عبعال ده يعني ما اقولكش يا باشا، انت المفروض عندك الهيستوري بتاع الناس دي. شايف ان علاء عبعال راكن لك الفريق كله تحت الكوره، ولكن ورا في ال 18 عنده. والله العظيم لو قعدت لاخر الدوري، ما هتجيب جون الا بحلول. ايه الحلول اللي انت عملتها؟ انت بتخرج فلان وتدخل اعلان نفس المركز. ده انت لو جبت عيل صغير في تانية ابتدائي لسه المخيخ عنده بينمو في مرحله النمو، هتلعب اتنين مهاجمين. انت راكن، انت ليه طلع نص ملعب ونزل مهاجم تاني جنب جراديشار؟ ايه انت اللي ايه العجن ده؟ ايه البدايه دي؟ يا ريبيرو؟ ده انت جبت لي الضغط. انت شريك في مستشفى هنا طيب، وانا مش فاهم انت عايز تعينه، عايز تسترزق. النادي الاهلي بيتعادل مع غزل المحله في الاسبوع الرابع من الدوري، والماتش الثالث ليه لانه كان مريح الاسبوع اللي فات. صدق او لا تصدق، النادي الاهلي في مجموع 3 مباريات بيخسر 4 نقاط. تخيل، ده كابوس. كابوس. ده انت لو جبت اكتر واحد متفائل، يعني متفائل ايه، لو جبت اكتر واحد في الدنيا نفسه انه يشوف الاهلي في وعكه، مش هيقول لك كده. هيقول لك النادي الاهلي ممكن يخسر 4 نقاط في الدوري كله. ده احنا كده رضا. احنا اول 3 ماتشات خسرانين 4 نقاط. تخيل انت بقى واحسبها مع نفسك كده. والله العظيم انا كل ده فاكر نفسي بحلم. عارف انت لما تبقى بتحلم وتنام كده وانت تصحى في كابوس، تصحى تلاقي اوضتك فتقول الحمد لله ده كان كابوس. ما طلعش كابوس. اقول عشان تتاكد بص على التليفون، لو لقيت الساعه شغاله، ما فيش ساعات في الكوابيس والاحلام، لقيت الساعه شغاله تاكسي، عرفت ان هو واقع مرير واليم. اليم. مش عارف اقول لك ايه واعد لك ايه يا راجل، ده انت جاي يعني تنكد علينا.